خطيبة اخويا عملت حادثة وفقدت القدرة على المشي، ما عادتش بتقدر تمشي وبقت صاحبة يعني مصاحبة كده بكرسي متحرك، واخويا مصمم ان هو يتجوزها، وامي مصممة ان هو يسيبها. امي بتقول له لو ما سبتهاش انا هحرمك من الميراث ومن البيت ومن كل حاجة، وتتجوزها بقى بره. انت ابني الوحيد وانا نفسي افرح بيك واشوف خلفتك، وانت يجيلك واحدة تهنيك وتسعدك وتخدمك، مش انت اللي تخدمها وتتولى امرها. واخويا بيقول لها انا لو عملت كده ابقى مش ابن اصول، انا بحبها ومش هسيبها، وربنا هو اللي قدر بكده، ودوت قدر ربنا، وانا قابل بالاختبار ده. والمهم هو مصمم ان هو يتجوزها، وامي مصممه ان هو لو اتجوزها هتحرمه من كل حاجه. راح اخويا عاند قصادها وراح حدد ميعاد الفرح وكتب كتابه عليها، وراح اشترى لها شقه بره بفلوسه هو الخاصه، وقال لامي انا لا عايز شغلك ولا عايز فلوسك ولا عايز حاجه، انا بدل هي انا وهي بنحب بعض انا هعيشها كده من حر مالي. واحنا دلوقتي كلنا بنضغط على ان هي ترجعه البيت، وان هو